الجمال والروايح اللي بترجعنا لأيام زمان. هنعمل مع بعض كيكة مفيش اتنين يختلفوا عليها، كيكة الذرة الصفراء أو البسيسة زي ما تسموها، بطعمها المميز وقوامها المرمل اللي بتدوب في البق. تعالى أقولكوا على أسرار نجاحها عشان تطلع معاكي هشة وبلون دهبي يفتح النفس. ولو لأول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك، وهستنى رأيكم في التعليقات. ويلا بينا يا حبايبي عشان خاطر نشوف الطريقة. يلا بينا نبدأ. اول حاجه معايا بوله فاضيه زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعد كده انا معايا هنا كوبايه دقيق ذره اصفر. تمام. ومعايا كده الكوبايه التانية دقيق ذره اصفر، يبقى انا هنا استخدمت كوبايتين دقيق ذره اصفر. بعد كده الكوبايه التالتة معايا كوبايه دقيق ابيض عادي. تمام. بعد كده معايا بيكو باودر كامل. وبعد كده حبايبي الخطوه اللي جايه، انا هنا ضفت رشه ملح عشان خاطر تظبط الطعم. بعد كده هقلب كل الحاجات الجافه دي في قلب بعض. تمام كده. بعد كده حبايبي الخطوه اللي جايه بقى، بعد ما قلبت الدقيق الذره الاصفر مع الدقيق الابيض، هركن بقى البوله بتاعتنا الفاضيه وهحضر شفشق الخلاط زي ما حضراتكم شايفين هو لسه فاضي. اول حاجه هنا انا هضيف هنا كوبايه لبن، واهم حاجه ان الكوبايات كلها تبقى مقاس واحد. بعد كده معايا كوبايه زيت. تمام. وبعد كده حبايبي معايا كوبايه سكر، انا هنا مستخدمه كوبايه ونص، وده النص التاني. لو انتوا متحبهاش مسكره يبقى كوبايه تمام. بعد كده معايا علبه زبادي بلدي. وبعد كده حبايبي معايا 3 بيضات زي ما حضراتكم شايفين كده. لو البيض صغير تقدري تحطي 4 بيضات. بعد كده هنزل برشه فانيليا سايله. بس كده. وبعد كده هضرب كل الحاجات دي في الخلاط كده. بعد ما ضربنا الحاجات كلها في قلب الخلاط هضيفها على المكونات الجافة. شايفين اللون طلع حلو ازاي؟ بعد كده حبايبي هقلب كل الخليط ده اتجاه واحد زي ما حضراتكم شايفين كده، ولا بقلب شمال ولا بقلب يمين. شايفين لون الذرة الاصفر طالع لونه اصفر ازاي؟ شايفين جمالها؟ وهو ده القوام اللي مطلوب للكيكة. قد ايه الكيكه دي بتبقى من الحاجات اللي بيبقى طعمها مميز قوي ومختلف عن الكيكه العاديه اللي احنا متعودين عليها. بعد كده انا معايا هنا مجهزه الصينيه، دهناها زيت ورشها رشه دقيق زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده هضيف فيها خليط الكيكه. طبعا انا في الخطوه دي انا قايده قبلها بشويه الفرن. وكده بعد ما ضفت خليط الكيكه كله في قلب الصينيه، شايفين شكلها وشايفين شكل البالونات اللي طالعه فوق الوش ده من سر نجاح الكيكه. قبل ما ندخلها يا دوبك بس بنهبدها كده هبدتين على الرخامه. وبعد كده يا حبايبي هندخلها الفرن بالظبط اقل من 10 دقايق، واخدت معانا اللون الجميل ده. وما قالكوش على ريحتها وطعمها قد ايه بيبقى تحفه. وطبعا في الخطوه دي لازم نختبر الكيكه بتاعتنا عشان خاطر نشوف قلبها مستوي ولا لا. كده يا حبايبي احنا وصلنا لنهايه الفيديو، متنسوش تدعموني باللايك، والف هنا.